أهلا أهلا، رجعت لكم بوصفة جديدة، تيراميسو الشوفان. وصفة كتير زاكية لمحبين القهوة وكمان الأشياء الصحية، فهاي الوصفة جدا مناسبة لكم، مناسبة لخسارة الوزن. في أي قدر حنضيف نص كوب من الشوفان، يفضل سريع التحضير عشان بتكون قوامه أفضل في الطبخ. حنضيف عليها كوب من حليب خالي الدسم أو قليل الدسم المتوفر عندكم. لنحلي حنضيف عسل أو سكر ستيفا اللي بتفضلوه، ملعقة صغيرة من النسكافيه سريع الذوبان، وكمان قرفة عشان نعدل مستويات سكر الدم. ونضيف هذا كل المكونات على نار هادية لما يثقل القوام ويصير بهذا الشكل الموجود معنا بالفيديو. حنضيفه في طبق، نستناه شوية يبرد الشوفان علشان لما نضيف عليه الزبادي يكون متماسك شوية معنا. في الطبقة الثانية رح نحتاج لنص علبة زبادي يوناني، استخدمت خالي الدسم في 15 جرام بروتين. ضفت عليها شوية من الفانيلا وكمان نص ملعقة صغيرة من نسكافيه، كمان شوية عسل لنحلي أكيد. نحرك كل المكونات مع بعض ليصير القوام كريمي. طبعا يفضل نستخدم زبادي يوناني علشان ما بيكون في مرارة مثل الزبادي العادي، وبيكون أكتر متماسك وفيه بروتين أكتر، فعشان هيك بفضل نستخدم الزبادي اليوناني بهيك وصفات. بعد هيك نجيب الشوفان ونضيف الزبادي اليوناني كطبقة تانية عليه. الوصفة جدا مشبعة، بفضل تعملوها في الصباح لأنه فيها نسبة من الكافيين، فلو عملناها كعشاء ممكن ما نعرف ننام، فتكون بالصباح جدا مناسبة مع شوية من القهوة، فبتكون كتير مناسبة. والأشخاص اللي بتفضل تفطر حاجة حلوة، فهذا خياري دائما لما يجي عبالي أفطر حاجة حلوة، وبتغنينا عن التيراميسو اللي ممكن نشتهيه الغير صحي. فضفت الزبادي اليوناني كطبقة تانية، وبالنهاية حنرش عليها رشة من الكاكاو البودر وندخلها في الثلاجة لمدة نص ساعة على الأقل، حتماسك الشوفان وكمان يصير بارد. طبعا ممكن أقل، بس كل ما كانت في الثلاجة أكتر كل ما كان الطعم أذكى وصار أوضح أكتر. صدقوني كتير زاكية، ما بتفرق عن أي حاجة حلوة ممكن نشتريها من برا، لازم تجربوها. من أكتر المميزات اللي دايما بحب كمان أعملها إنها باردة، فخاصة بهذا الجو أكيد والحر اللي احنا فيه، فمحتاجين حاجة تبرد علينا في الصبح، فهذا هو الخيار المناسب. وفيه كمية عالية من البروتين وشبعنا 4-5 ساعات، فشو بدنا أحلى من هيك. وهذه النتيجة بعد ما طلعت من الثلاجة بعد نص ساعة. عن جد الطعم كتير زاكي فوق ما تتخيلوا ومتماسك جدا، فبنصحكم تجربوها وبالعافية عليكم. لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وبتمنى تكتبوا لي آرائكم بالتعليقات علشان أعرف إذا أستمر. أحيانا بحتاج تشجيعكم. فأشوفكم فيديو جديد، مع السلامة، إن شاء الله تكونوا بخير دايما.